السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هاعمل لكم مكرونة بشاميل بطريقة سهلة جدًا، جدًا وبسيطة. المكونات سهلة وموجودة في أي بيت، تتابع معايا الطريقة والخطوات عشان طبعًا الطريقة سهلة جدًا. طبعًا الأول أنا هادهن الصينية بتاعتي بالمادة الدهنية، أنا جايبة صينيتين مقاس مقارب لبعض يعني هُم اتنين تقريبًا قد بعض. طبعًا كنت عاملة البشاميل الأول طريقته سهلة جدًا وبسيطة. طبعًا الأول هاحط بقى البشاميل في قاع الصينية كده بالشكل ده. كنت سالقة المكرونة نُص سليق، وجِبت بقى إيه، البشاميل حطيت جزء منه على المكرونة بالطريقة ديّة، وأقلّب بقى كويس كده، وأبدأ إن أنا أحطه إيه، على في الصواني. تمام. طبعًا طريقة عمل البشاميل حوالي دقيق، مادة دهنية الأول وأحط عليها دقيق لحد ما أقلّب الدقيق لحد ما يبدأ إن هو ياخد لون معايا. أول ما يصفر بقى أبدأ أحط لبن وشوربة ومكعب مرق وتقلّبيهم لحد ما إيه، ما ياخد معايا القوام بتاع البشاميل. وفي الآخر أحط بيضتين عليهم ملح بقى وفلفل وبهارات وكده، لحد ما إيه البشاميل بتاعي بالطريقة دي. طبعًا أنا عاملة العصاج اللحمة ومجهزاه واخد اللون الأحمر ده من إيه، من صوص الطماطم، عصير الطماطم. عصّقت اللحمة بطريقة سهلة جدًا يعني. الأول البصلة مفرومة حطيتها في مادة دهنية وقلّبتهم لحد ما اصفروا معايا برضه، وحطيت عليهم اللحمة المفرومة، بعد ما اتعصّجت معايا حطيت البهارات ومعاها قرفة وجنزبيل وفلفل أسمر وملح، وحطيت عليها عصير طماطم لحد ما إيه، ما اتعصّجت معايا خدت اللون الأحمر. طبعًا أنا حطيت الإيه، نُص الكمية التاني بالمكرونة، وحطيت فوق منه البشاميل وحطيته في فرن متوسط الحرارة على 200 درجة. كانت خدت معايا اللون من فوق ومن تحت بقى بالشكل ده، وطعم وريحة بقى بسم الله ما شاء الله جميل جدًا، تحفة. معلش إن أنا اختصرت الوقت في البشاميل وفي عصاج اللحمة عشان الفيديو ما يطولش عليكم، وقُلتها بالمختصر المفيد. يا رب بقى تعجبكم الطريقة، ما تنسونيش بقى باللايك والشير ودعوة حلوة، وأترككم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.